لو ضغط عينك عالي ينفع تاخد قطرة عند اللزوم ولا تمشي عليها مدى الحياة؟ جالي تعليق بيقول: من فضلك يا دكتورة، عندي عين الضغط فيها 25 والأخرى 24، دي محتاجة القطرة المخصصة للضغط يوميا مدى الحياة ولا مازال الضغط في مستوى الأمان ولا يحتاج حاليا لاستخدام القطرة؟ متردد جدا في استعمال القطرة اليومية، ماذا أفعل؟ يوجد من الأطباء من نصحني باستعمال القطرة للضرورة وآخرين يقولون لا. خلينا نوضح نقطة مهمة، إن المعدل الطبيعي لضغط العين بيكون من حوالي 10 ل 20، فلما يكون ضغط العين حوالي 24 أو 25 ده يعتبر مرتفع شوية. مفيش حاجة في الطب بتقول إن احنا ناخد قطرة لخفض ضغط العين عند اللزوم. طب نعمل إيه دلوقتي؟ القرار النهائي مش بس بناء على قياس ضغط العين، لكن في فحوصات تانية لازم تتعمل، زي فحص قاع العين، زي قياس سمك القرنية، زي أشعة مقطعية بتتعمل على العصب البصري الأوستي، زي مجال الإبصار. فنصيحتي ليك ما توقفش القطرة من نفسك، والتزم برأي دكتور العيون اللي فحص العصب البصري وشاف بقية فحوصاتك، وما تشتتش نفسك. ألف سلام عليك.